هاي مشكلة. البعض ما يصلي، ما عنده التزام بصلاة، مثل ما ذكرت لكم هاي المسميات اللي طلعت عندنا، قاموا يضحكون على عقول الشباب، يقول له تعال انت صير ويا الحسين وصير ويا محمد وال بيت محمد وتعال احضر المجلس ولا تصلي، هم يقبلونك. موجوده، ونقلها لي احد الشباب اللي مختلط بالمجالس والهيئات، كيف ابن عباس الفاضل موجوده، قبل بعض من يدري. يقول له تعال احضر المجلس وانت لا تصلي، مجرد انت حضورك وتبكي على الحسين ينتهي الموضوع، ما يحتاج من عندك صلاه. ليش؟ روايه الامام الصادق عليه السلام ضرب عرض الجدار: لن ينال شفاعتنا من كان مستخفا صلاته. مستخف مو قاطع الصلاه، ما يصلوا قاتل المصحف وقاتل الجار، لا مستخف بصلاته. يقول ما ينال شفاعتنا المستخف بصلاته. انت شلون تقول له هذا تعال احضر المجلس صلاتك مقبوله، او صلاه صلي ما صلي، هذا طبيعي، امر طبيعي. فخطيه هذا الجامع مشكله والله. طبعا انا وانتم محاسبين امام الله عز وجل. انا اسولف ويا الواعين، اسولف ويا المثقفين ويا المدركين، انا ما لي علاقه بهاي الناس المرضى اللي هسه اغلبها ما قبلت من كلامي او ما قبلت على كلامي. انا مو مهم، قلت لكم احنا نجامل على قضيه سيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام. احنا نكون امرين بالمعروف وناهين عن المنكر.